السلام عليكم حبيبتي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم فلان روايل فران ديال المناسبات، ومرافق مع واحد التحليه ديال الترو وبنكهه الكراميل، كتجي رائعه في المذاق، وكنتمنى تجربوا تنال الاعجاب ديالكم. خليكم مع مقادير طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كناخذ واحد البول، وعندي يطرو ديال الحليب، وجوج ديال فلان ديال الشينوا درهم، وعندي فلان روايل 4، وعندي هنايا واحد 150 غرام ديال اللوز، سلقته حمرته خليه ينشف مزيان، حمرته طحنته. من احسن يكون مطحون مزيان، كما كيكون مطحون مزيان كما كيعطينا واحد المذاق رائع في الفلان ديالنا، يعني يكون مطحون، يعني يكون مطحون مزيان. دابا صافي كناخذ هذا الاناء هذا، وعندي الكريمه، ضروري من كريمه، واحد 500 ملل ديال الكريمه مع يطرد الحليب، وفلان روايل 4، وجوج ديال فلان التشينا. هادو المقادير اللي كنحتاجو فلان ديالنا، فلان اللي كنحضروه اذا في المناسبات، نحضروه في يجي عنا شي واحد يعني نحتاجوه، يعني كي ديال مناسبات، هو خاص بالمناسبات، ولكن الانسان يحضروا لوليداتو علاش لا. هذا ديال الكراميل ديالو تقدر تحضروا في الدار، تقدر تستعمل هذا يعني صوص كراميل. صافي دابا كبيت كلشي في هذا البول، وغنعمل معاه نص يطرو ديال الحليب. صافي هذاك الشيء اللي غنستعمل دابا معاه. غنزيد معاه عفوا 2 معالق السكر حتى 3. السكر كيبقى على حساب الذوق، لان بما ان حنايا ديك كريمه حلوه مخصوص يجي السكر فيه بزاف لان كريمه حلوه. صافي كنزيد نعمل هاد نص يطرو د الحليب ونخدمو مزيان، يعني ينسجم داك الفلان مع اللوز. اذا ما قمتي بهاد العمليه مهمه في فلان، اذا ما قمتي بها ملي غنخلط كل شيء عادي ونطيبو، اللوز يعني ما تبقاش في الفلان كامل، عاد تجمع لك وتهود لك للقاع ديال الفلان، وعتبقى لك في القاع، يعني ما تجمع ما تبقاش يعني فلان من الفوق يبقى ما فيه شيء اللوز. هذا هو ديك كامله للقاع. من احسن هاد العمليه مع اللوز كتكون مطحونه مزيان، مع هاد العمليات كطحنوا مزيان كتنسجم ديك المكونات مع بعضياتها. ومن احسن ما نعدلوش الحليب كامل، يعني نعدلو غير شويه د الحليب بحال هيدايا ونطحنو مزيان حتى كينسجم. شو اللون ديالك كيجي مع داك اللوز عندها الدور، ملي كتكون محمره هيدا ومطحونه كتعطي واحد صراحه الله واحد المذاق واحد اخر رائع. كناخذ واحد الطنجره ولا كسرونه، المهم اللي كان يعني نعدلو طيبوا به فلان ديالنا لابوطه. صافي كنزيد داك الحليب، نكمل هذاك الحليب نشلو به البول ديالنا. صافي كنكمل الحليب اللي باقي لي، وغنزيد كريمه. غنعمل 500 ملل ديال الكريمه، يعني نص يطرد كريمه. هادشي اللي كنحتاجو، يعني يطرد الحليب مع نص يطرد كريمه. انا علاش عملت فلان شينوا، يعني فلان شينوا ملي كيكون يعني غنخدم شي كوموند ولا شي حاجه، فلان كي عنده دور باش كيبقى لنا فلان ديالنا واقف واحد المده. يعني الناس اللي كيخدموا الكوموندات داكشي باش كيبقى لهم فلان مواقف كيعدوا فيه فلان شينوا ضروري. ولا كان هيدا عاد تاكلوا يعني عدلتو في الدار وليداتك ماشي ضروري تعدلوا، يعني تعدل عيد ديال روايل كيكتافي، يعني عتنزلوه الساعه تاكلوا ما يبقاش مده طويله. كنعدل فلان ديالي عدلته على بوطه ونخليه حتى يغلي، كنبقى نحركو مع التحرك كيبقى حتى كيغلي. ساعه كنطفي عليه بوطه، ملي كيغلي فلان نطفيو عليه بوطه. دابا خديت هاد المول هدايا، يعني عملوه باي نوع د المول اللي بغيتو. انا خديت هاد المول هذا، عملت الكراميل اللي جات مع فلان روايل عملته معاه. صافي فلان ديالي حركته باش ما تبقاش ديك الرغوه فيه هيدا بزاف يعني حاولت نحركو مزيان. وغنعمل هاد الفويي ولا هذا طرب عليه، باش الا كانت شي بقايا ديال الحليب ولا شي حاجه تبقى لي بعدك باش ما توديش في
في الفلان ديالي ولا صفيوه. يعني بغيتي نصفيه لان هو فهمتي فيه اللوز، يعني ماشي بحال يعني عادي باش يتصفى فهمتي. صافي يعني كبيتو جا نيشان. دابا غنخليه حتى يبرد، تيبرد مره ما يبقاش يربو تيكونش بروشات في راسو. عاك عدلو واحد، عدلو السلوفان اذا غلفو عدلو في الثلاجه كيبقى يقدر من احسن بيتوه ليله كامله ولا 6 سوايع كيكون واجد. دابا نحضر معكم هاد التحليه ديال الترو اللي كتجي خطيره رائعه على في المذاق مع هاد الفلان كراميل. عندي هنا كاس ديال كريمه هولالا، وعندي هنايا نص ديال العلبه ديال الترو، ديك الترو اللي كيجي رطاب. وعندي هنايا جبنه عادي ديال كريمي عادي، ونص لتر د الحليب. هاد التحليه كتجي صراحه كتجي واعره. صافي كنعمل القياس ديال الحليب، نعبر معكم شحال غيجيني. يعني نقصت الكاس، هو كي نص يطرو غالبا كيجي فيه 3 الكيسان. انا ديك النص يطرو الكاس اللي ما عملتوش عملت به الكريمه عوضته بالكريمه. كنعمل هاد الفلون. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات ديالي درت عليا يجاوبكم ان شاء الله يا ربي ونال الاعجاب ديالكم. كنعدلو هاد الفلون. يعني كان عندي نص علبه ديال هذا، كان عندي فيها عين نص، يعني نص علبه ديال الجبن، 2 معالق يكونوا عامرين مزيان ديال الجبن. كيعطي الواحد كيجي واحد الكريمه فيه كريمي، كيجي واحد المذاق فيه رائع، يعني كيجي كريمي. هذا الترو ديال اللوز يعني كيكون رطاب وكيتباعد رطاب، يعني رطاب. كيجي التحليه ديالو كيجي واعرين الصراحه، التحليه ديالو كيجيو خطيرين. دابا انا كنفتو غنزلو بالحق ملي غنعدلو على بوطون مع التحريك يعني عيدوب، يعني مره ما يبقاش ديك الطروفه ما يبقاوش مره في كيدورو. صافي مع نحركهم اذا نخلط فلون مع الجبن عفوا والترو، خلطهم مزيان. ساعه كنعدهم على بوطه. خصني ينسجموا لي المكونات مع بعضياتهم. ملي كينسجموا ها ملي عدلت على النار صافي كنبقى نحرك فيهم حتى كيغلي لي الفلان ديالي او التحليه ديال الترو. صراحه هاد النسمه طالعه منه لا مش هيكون فيها. صافي هو ملي حيدتهم على النار خديت هاد الكؤوس هادو اللي بيرين هادو ما صغارين، هي كيس صغيرين يعني باش نزوق بهم فلان ديالي، يعني بلا ديال الفلان ندخل معاه حتى يعني فلان تقدر تدخلوا مع التحليه. خديت واحد كيكس اللي كان هذا كان متوفر عندي، ومن احسن يعني يكون شي نوع اي كيكس اللي بغيتو ديال دخلوا فيه. هذا كان عندي كيكس ديال الزرع دخلته معه. صافي كنقطع ديك الطريفات، يعني كنعدلو من التحت ديال قاع ديال الكؤوس ديالي، بعد كنكب عليهم خليط ديالي. حتى هادو ملي كتعدلوهم كيديو شي بزاف د الوقت، كيديو يعني من احسن هما يعني يكون عندهم 6 ساعات حتى يبردوا مزيان. هو دغيا كيعقد، ولكن على حسب الثلاجه اللي كيف كان كل واحد شحال كتبقى كتخدالو الوقت، يعني عندهم 2 سوايع 3 سوايع كيكونوا واجدين.
كنبقى على الطريقه حتى كنعمر الكؤوس ديالي كاملين. ملي كنعمرهم صافي كندخلهم للثلاجه، نخليهم واحد 2 سوايع حتى 3 ساعات كيكونوا واجدين تقديم. ها هو فلان ديالي. اسمحوا لي على ديك اللقطه اللي كنت عنقلب فيه فلان على ما تصورتش، حتى بديت تصورات حتى جيت نمنطيها لقيت ما تصورش. رافقته بالفواكه، وهذه التحليه ديالي حتى هي وجدت. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ودعموني ان شاء الله يا ربي، بحسن الظن ديالكم.